بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نطالب بحقوق المرأة. لما لا تعمل مع الرجال؟ لما لا تقود السيارة؟ هل غطاء الوجه أمر لازم؟ على تخلف كفانا رجعية. يجب أن نراجع بعض الفتاوى. متطلبات العصر تقتضي النظر في هذا الموضوع. عادات وتقاليد بالية. كفى يا خفافيش الظلام. هذه هي الجاهلية. يقولون إن نصف المجتمع معقد، يخدعونها ويستغفلونها ويستجرون قدمها حتى تخرج. إذا خرجت حصلوا بغيتهم ومقصودهم بإفسادها، وإذا فسدت المرأة فسد المجتمع. من هي المرأة المتخلفة؟ من هي المرأة الرجعية؟ هي المرأة التي تكون متبذلة متبرجة متهتكة أمام الرجال الأجانب. وأما اللباس والحشمة والنقاء والطهر والعفاف فليس ذلك من أمر الجاهلية في شيء. أرجعوني إلى أنوثك، أرجعوني إلى بيتي. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وإذا كان ذلك مقولا لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن فغيرهن من باب أولى. كيف رب القرآن أمهات المؤمنين؟ أمرني الله أن أقر في بيتي، فوالله لا أخرج من بيتي حتى أموت. هؤلاء أمهات المؤمنين المستجيبات لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا رب القرآن أمهات المؤمنين. أراد الله عز وجل أن ينزه بيت نبيه صلى الله عليه وسلم عن كل ما يدنس الفضيل، كل ما يدنس الشرف، كل ما يدنس الدين، كل ما يدنس الأخلاق. أراد الله أن يذهب عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أرفع البيوت. آي الإله الجليل تروي الصدى والغليل تهمي كغيث مطير على بيوت الرسول كالنور شع فضاء فأي شيء ربى وزكى وداوى الآيات القلوب تربية قرآنية. وأن البيوت الرفيعة وأن البيوت الكريمة يصلح لها من التربية ما لا يصلح لغيرها، وأنهم ينبغي أن يكونوا في مقامات وأفعال وأقوال وأحوال تليق بمنازلهم الشريفة. فكن كأمهات المؤمنين. ما رآها رجل وما رأت رجلا عفة وما كلمت رجلا أجمل. تكون درة مصونة محفوظة حشمة لا يتمتع بالنظر إليها كل آثر وكان. أي تقوى انتهى مات غيثا ودوقا مقول فهذا معنى العفاف وهذا معنى البتول. آي الإله الجليل لا تمتد يدها إلى الهاد فتحادث محادثة محرمة. لا تخضع بالقول في الرد حياء. لا تستخدم هذه الشبكة استخداما غير لائق. لا تغتاب أحدا في بيته. لا تكذب. لا تخون زوجها. لا تفعل شيئا يشينها مما حرمه الله عز وجل عليه. وما خرجت لتتعرض للرجال، وما خرجت لتخرج مما تسميه كبتا في البيت. هكذا أدب المرأة المسلمة إذا تخلقت بأخلاق القرآن وتحلت بهذه الآداب التي أدبها الله تبارك وتعالى بها. تبقى بالحشم والحجاب والعمل الصالح والإيمان والكف عما لا يليق مما حرمه الله عز وجل. تدوم على ذلك حتى تلقى ربها. تدوم على ذلك حتى تلقى ربها. تدوم على ذلك حتى تلقى ربها. ورقين شم الأعالي ولا ترمن النزول